السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الفريك زي طريقة المطاعم. عندنا هنا ده السمن. طبعا هي في ناس بتحب تحط استعجال زيت، يقولك بيغير الطعم بتاعه، يعني كل واحد على حسب امكانياته. ده البصل، نسيب شوية بس كده. طبعا البصل ده ما كنت بعمل اكل كده فطلع كتير، قلت اشيل شوية في الفريك. عندنا هنا الفريك اهو انا غسلاه ونقعته شوية، وبعدين نحطه على النار دلوقتي مع بعض. طبعا عندنا هنا البصل اهو مستنيه بس يعني الفريك بياخد لون، وبعدين ننزل بالفريك عليه. طبعا انا مرضتش احط التوابل هنا دلوقتي عشان هي ممكن مع البصل وكده تتحمس فهتدي طعم مش حلو، فانا هحطها لما احط الفريك على طول ان شاء الله. انا دلوقتي هنزل بالفريك خلاص. انا حطيت الفريك اهو، دلوقتي هحط بقى التوابل عليه. عندنا هنا التوابل اهي: ملح، فلفل، كمون، قرفه، كركم. طبعا كل واحد بيحب يحط البهارات اللي بيفضلها، انا بحط كده بيبقى طعمها حلو. طبعا هنفضل نقلب شويه في الفريك لحد ما كله يتشرب مع بعضه ونشوحه شويه، مش على طول يعني، نخليه نحط له ميه دلوقتي او شوربه. طبعا انا شوحت هنا الفريك اهو. هو على فكره هو بص تسويته زي الرز بالظبط، يعني عدد ما بتحط الرز كوبايتين 3 هو نفسه عدد الميه اللي بتحطها للرز، هو يعني تسويته زي الرز. انا شوحته كويس. دلوقتي اللي عايز على فكره يضيف عليه، لو بتسلقي لحمه ممكن تحط اللحمه والشوربه هنا مع بعض، فراخ ممكن، عايزه تعمليه ساده كده ممكن. انا هحط دلوقتي عليه، عندي شوربه هحطها عليه، عايز تحط ميه برده ممكن عادي. هو كده خلاص هيبتدي يتشرب اهو. هنقله بقى على العين الصغيره ويستوي براحته، وبعدين وراكم بعد ما يستوي ان شاء الله. معانا الفريك اهو خلاص خلص. اتمنى يعجبكم بالطريقه دي وجربوه. اهو بصوا اهو مفلفل، مش معجن ولا حاجه. اتمنى يعجبكم بالطريقه دي وجربوه، وما تنسوش بقى لايك وشير واشتراك في القناه. اتفضلوا معنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.